تخيل معايا غابه كتيفه في جبل الاطلس وسط الضباب والبرد القارس، وفجاه كيبان لك قصر كبير مهجور فيه 8 ديال الطوابق ومئات ديال الشراجم اللي كيشوفوا فيك بحال العينين. هذا ماشي ديكور ديال فيلم رعب، ولكن هذا السانيتاريوم ديال بن سميم. هنا هو الفرانسيس باش يكون اكبر مستشفى في افريقيا، ولكن اليوم ولا اكبر لغز كيسكنوه القصص والاشباح. نجي نعاود لكم شنو وقع في هذاك الحيوط المهجوره في وسط ديال الغابات ديال بن سميم. القصه بدات في الثلاثينات. فرانسيس قلبوا المغرب كامل وما لقاوش حسن من بن سميم حدا ازرو. علاش؟ حيت الهواء ديالها هو الاكسجين الصافي في العالم، مثالي باش يتعالجوا الناس ديال اللي فيهم مرض ديال السل اللي كان كياكل الرياد عباد الله في ذاك الوقت. تمنى السانيتاريوم على شكل باخره عملاقه وسط الغابه، وبزاف د الفلوس والجهد تحطوا فيه حتى تحل في 1948. كان بحال شي سبيطار 5 ايطوال فيه سينما، مكتبه، زرادي، اخر ما كاين في الاجهزه الطبيه. لكن مع الاستقلال في 1956 كلشي تبدل بشويه بشويه. المستشفى بدا كيخوى، الميزانيه ما بقاش كيف كانت، وفي السبعينات تسد السانيتاريوم بصفه نهائيه. وهنا فين كتبدا الاسطوره اللي كندوي عليها اليوم. ملي كيتسد مكان ضخم بحال هذاك وهو عامر بالذكريات الناس اللي ماتوا فيه بالمرض، ضروري الخيال البشري كيخدم واحد شويه. السكان المحليين بداو كيهضروا على الاصوات كتسمع بالليل، على اضواء كتشعل وكتطفى بوحدها، وعلى ارواح المرضى اللي بقاو محبوسين تما. المكان تحول لمزار لعشاق الرعب والمغامرين. الحيوط كانت مصبوغه بالبيض الطبي ولات عامره بالجرافيتي وكلمات غامضه. الحقيقه ان السانيتاريوم ديال بن سميم ضحيه ديال النسيان، مكان مفخره طبيه والاطلال كتاكلها الطبيعه. انا فاش شفت التصاور ديال هذا المكان بقى فيا الحال، ماشي حيت مسكون بالاشباح، ولكن حيت مسكون بالاهمال. وهنا عيطت على لامي ديالي يسرا اللي هي انا اركيتكت وفي نفس الوقت فوتوغراف. بغيت تدوي لي على البوتونسيال ديال ديك البلاصه وشنو تقدر تولي الا خدمناها والا عطيناها شويه ديال الوقت وشويه ديال الخدمه وشويه ديال البيوت. أنا كمهندسة معمارية ومهتمة بالتوثيق كنشوف باللي المبنى ما يمكنش نخليه غير اطلال، يعني خاصنا نفكروا بطريقه عمليه باش نحافظوا على الاصاله ديالو ومنحوا المكان حياه جديده. كاين بزاف الافكار اللي نقدروا نطبقوها بطبيعه الحال. ما بين هاد الافكار نقدروا مثلا نحولوه لمتحف او لمركز ثقافي، ولكن التدخل خاصو يكون محسوب. يعني خاصنا نحافظوا على الهيكل الاصلي ديال المبنى، على الطوابق، وايضا نقدروا نديروا جولات امنه، مناطق للعرض والتوثيق، ومسارات تعليميه اللي كتروي للزوار كيفاش كان المستشفى، الاجهزه مثلا الطبيه اللي كانت فيه، واهم حاجه العماره اللي صمموا بها الفرنسيين، اللي هي بطبيعه الحال جزء لا يتجزأ من الذاكره المعماريه ديال هذا المبنى. بهذه الطريقه المكان غادي يرجع ليه الدور ديالو تعليمي ثقافي وسياحي، وفي نفس الوقت نحافظوا على الروح التاريخيه والمعماريه ديالو. هذا الشيء كيوري كيفاش الهندسه المعماريه ماشي غير بناء، ولكن طريقه نحافظوا بها على التراث ونحولوه لشيء حي ومفيد للمجتمع. مور ما سمعتي القصه ديال السانيتاريوم والبوتونسيال ديالو، انت الا جاتك الفرصه تدخل ليه بالليل ولا بالصباح وطلع الويتيام ايطاج ديالو، واش كتظن واش غادي تلقى راسك مرتاح في احسن البلايص اللي دخلتي ليهم، ولا غتلقى واحد الصمت اللي غيخلعك؟